السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أفكار وصفات المبتدئات. الوصفة تاع اليوم كما راكم تشوفوا غادي ندير معكم بقلاوة بالزبدة التوريق. أنا أول مرة غادي نجرب البقلاوة بهذا المارغرين تاع الفيتاج وبغيت نشاركها معكم. هاي كما راكم تشوفوا تجي مورقة وتجي شابة بزاف هاد البقلاوة. نسحق في هاد البقلاوه 4 كيلات تاع فرينه، داك نقول لكم كيش كيلتهم. وعندي هنا هاد زبده التوريق ولا المارغرين دو فيتاج، عندي كيله كيما شفتوا ناقص منها صبع. هنايا دوبتها وخليتها تبرد. والفرينه كيلتها كيما هاك، عمرت الغرفيه مليح ومن بعدها مسحتها من الفوق بخدمه ولا باي حاجه تكون طويله كيما هكا. درت 4 كيلات ممسوحين تاع فرينه. ودروك غادي نزيد ندير هنايا عليهم هذيك لافاني ورشه تاع الملح، بصح غادي نصفيهم كيما هكا في هذه الصفايه، على خاطرش هذه البقلاوه غادي نديرها بالماشينه، والملح فيه واحد الحبات جايين شويه غلاط باش من بعدها ما يقعدوش يقطعوا لي في العجينه. دائما في البقلاوه انا كي نبغي نديرها بالماشينه نصفي كلش صوالح كيما هكا الصفايه هذه. الفرينه هذيك راني مغربلتها من قبل. بسست هاد الفرينه بهذيك المارغرين. هنايا كنت حاسبه روحي كنت نصور الكاميرا بلي راهي حابسه ماهيش تصور. المهم هنايا بسستها بهذوك الليدام مليح، ومن بعدها عاودت فوتها في غربال عيني شويه كبار، فوتها في البوصيار. ودروك غادي نقعد نزيد لها في الماء راني مخلطاتها مع المازهر، نقعد نزيد غير بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون شويه طريه. دوك نوريكم القوام تاعها كي داير. هنايا صايم باش نزيد الماء. هذه هي العجينه اللي نتحصل عليها كما راكم تشوفوا. غادي نعجنها غير شويه برك باش العجينه هذه قد لي تولي رطبه غير شويه. ماشي ندلكها كيما من ندلك الرقاق هنايا، غير باش العجينه تتلم كيما هاك وصاي. وهذا هو القوام تاع العجينه اللي نتحصل عليه، تكون ماشي طريه بزاف وماشي يابسه بزاف كيما هاك. وغادي نقطعها كويرات يكونوا شويه صغار باش من بعدها تجيني سهله في الخدمه تاعها. انا هنايا العجينه كما راكم تشوفوا انا دايره كميه كبيره تاع عجينه مكثره. غادي في الفيديو الجاي نوريكم العجينه اللي بقات لي غادي ندير بها. ها هما اللي درتهم هنايا، عاودت رديتهم في القصعه وغادي نغطيهم ونخليهم يريحوا ونروح نوجد الكاوكاو اللي غادي نديرها في هذه البقلاوه. وبنفس الكيله اللي كيلت بها هذيك الفارينه غادي نكيل هذا الكاوكاو. غادي ندير 3 كيلات بهذه الغرفيه هذه ممسوحين كما درت الفارينه. هذا الكاوكاو حمصته غير شويه وطحنته، النص راني خاله فيه شويه القشره والنص الاخر الكوتره راه ما فيش القشره تاعه. وزدت عليهم هنايا نص كيلو تاع سكر عادي. ونزيد ندير عليهم هنايا 2 مغارف صغار تاع لافاني. هنايا تنجموا تزيدوا ديروا العطر تاع اللوز. نخلطهم مليح هذاك السكر مع الكاوكاو. هنا غير حبيبات برك لاني خالطهم بالقشره تاعهم. ودروك غادي نبدا نرش كيما هكا في المازهر ونقعد نفتله. ما نعجناش ما نكثرش بزاف المازهر، غير نفتله هكا شويه وصاي ما نشمخاش بزاف. هنايا قبل ما نلحق المرحله هذه هذا المقطع تفاصل لي مانيش عارفه كيفاش تفاصل. نحكم هذوك الكويره تاع الجيلي خليتهم يريحوا. نقبض كويره واحده نحلها
نرشها بالمايزينا ونعاود نطبقها زوج خطرات ونزيد نحلها الخطره الزاوجه ونزيد نرشها تاني شويه مايزينا ونعاود نطبقها ونخليها على جهه تريح ونزيد الكويرات الاخرين حتى نكملهم كاع. ومن بعدها نعاود نقعد نفوت فيهم في الماشينه من النيميرو الكبير حتى للرقيق كاع حتى نكملهم كاع. انا ندير كيما هاك باش من بعدها نقعد غير نستف وصاي. هنا كيما قلت لكم هذا المقطع تفاصيلي مانيش عارفه تا حوست عليه ما لقيتهش. وكي كملت فرش كاع الطبقه الاولى كيما هكا في السني دروك راني ندهن فيها بهذا السمن الدايب ندهنها مليح حتى الاطراف كيما هاك. ودروك غادي نزيد لها رشه خفيفه تاع مايزينا وغادي ندور السني باش نزيد ندير الطبقه الزاوجه بالعكس تاع الطبقه الاولى كيما هاك باش ما يبقاليش الفراغات. كي تكونوا موجدين العجينه تاعكم من قبل وتكونوا حالينها كاع بالماشينه الخدمه تاع البقلاوه تجيكم سهله وما تعييكمش وثاني تكملوها بالخف. هنايا كيما راكم تشوفوا عندكم القوام تاع العجينه كي راه شباب. هنايا راهي تساعف تتكسل بالخف. هنايا ما بغيتش نزيد ندير طرف واحد اخر منها راه بها راني نكسل فيها غير شويه كيما هاك. ومام كان جاتكم غليظه تنجموا ثاني تجبدوها غير شويه خاطرش العجينه تاع البقلاوه اللي تكون رقيقه. ديروها كيما قلت لكم في النيميرو التالي كاع. غادي نقعد كيما هاك ندير طبقات وندير بيناتهم السمن والمايزينا حتى نكمل 7. غادي ندير 7 تاع طبقات من التحت و7 من الفوق. ونفرغ هذاك الكاوكاو اللي كنت موجداته قبيلات. ها ولا كيما راكم تشوفوا يجي مفرز ما يلقش يكون معجن بزاف بالمازر ما تكثرولهش المازر. ودروا كنزيد نكمل 7 طبقات الاخرى اللي بقاو لي. هنايا غادي نزيد نرقق شويه العجين كيما هكا غير بيدي وبنفس الطريقه اللي درت الطبقات التحتانيين غادي نزيد ندير هذو الطبقات اللي من الفوق. ثاني غادي ندير في جهه كيما هكا بالطول ونعاود ندور السني ونزيد ندير في الجهه العكسيه باش ما يبقولش الفراغات وندهن بالسمن ونزيد نرش بالمايزينا. هنايا راني نشرح لكم كيما باش ما يكونش الفيديو طويل باش ما نعاودش ثاني كنوري المراحل الاخرى. ونقلع هذيك العجينه اللي زايده من هذه حاجه باينه نقلعها كاع. ودروك غادي نكمل كاع هادو 7 طبقات نوريكم كيفاش قطعتها. غادي نقطعها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوه فيه تاع الورده هذا. انا هنايا مانيش مقطعه معلمتها برك قطعت غير هذه الجهه اللي منا. في البديه ندير هادو زوج خطوطه كيما هكا على الفي ومن بعدها زدت درت على شكل زائد هادو قطعت هنايا حتى لتحت نتحصل على هاد المثلثات ومن بعدها نقعد نقطع في هاد البقلاوه بالمثلث. دائما تقعدوا تقطعوا ما تخرجوش من هذا المثلث تقعدوا تقطعوا فيها بالمثلث الواحد تقعدوا تتبعوا فيها كيما هكا. ديروا هادو الخطوط كيما هكا في الطول على حساب وين يكمل هذاك المثلث. ودروه كنزيد نقطع كيما هاك باش يقعدوا يبانوا هذوك المقرودات كيما هاك. دروه كندير هادو الخطوط بالعرض. هي هاد التقطاع ساهل برك يبغي شويه تاع تركيز. هنايا الا كان خفتوا روحكم لكن تعوجوها في التقطاع ديروا مسطره ولا حاجه هكا اللي تعاونكم في التقطاع. غادي نزيد ندير هذا المثلث الزاوج معاكم. وكي كملت لها كاع التقطاع دروك راني ندير لها في الكاوكاو ولا تنجموا ديروا لوز ولا اللي عندكم. كيما راكم تشوفوا هنا غادي راني ندير ثقبه صغيره بالخدمي في الوسط ومن بعدها ندير هذيك الحبه تاع الكاوكاو باش الحبه تقعد محافظه على الشكل تاعها ما تعواجليش من.
وكي كملت لها هذاك الكاوكاو، هنايا كيما راكم تشوفوا راني ندهن فيها كاع من الفوق هذوك الحبات كاع اللي قدرنا ندهنهم بالبانس بالسمن دايب. هذه كميه انايا درتها كاع، وزدت ذوبت كميه واحده اخرى وزدت فرغتها فيها. لازم ديروا كميه مليحه تاع السمن باش تجي اللون تاعها شباب، وثاني كيعاونها في التوريق ملي تكون طيب. وهذه هي البقلاوه بعد ما طيبتها. لازم تخلوها تتحمر كيما هكا باش طيب من الداخل. وقبيلتي نسيت ثاني كما قلت لكمش، الطياب تاع البقلاوه دائما يكون على نار قليله، ما تقولهاش الغاز بزاف. وفرغت عليها الحسل يكون بارد، والبقلاوه راهي حاميه. وغادي نخليها كيما راهيك، ندخلها غادي نعاود نردها للكوشه ونخليها حتى الغدوه باش نقطعها. وهذا هو الشكل النهائي تاع هذه البقلاوه. خليتها لكم في الصينيه باش تشوفوها كي جات من الداخل. خليتها كيما قلت لكم حتى للصباح باش قطعتها. وغادي نكتب لكم حبه هنايا باش تشوفوا القوام تاعها كي داير. ها هي لا تجي تتفتت غير وحدها، جات شابه بزاف هاد البقلاوه، ما من الحشوه لداخل تقعد طريه. نتمنى تعجبكم هذه الطريقه وتجربوها، وما تنسوليش اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.